بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عزيزي المشاهد، اهلا بيك في فيديو جديد. في فيديو النهارده ان شاء الله هتكلم على المسافه اللي احنا هنظبط الحزام من الموتور او من الكرونه الخلفيه للجدون. المسافه المظبوطه اللي بتخليك وانت شغال الموتور ده ما يخبطش فيك من ورا وانت شغال. على فرض ان انت عندك التانك بتاع محشة البرسيم فيه زيت، ترشيح الزيت لما انت بتسيبه مش هتسأل فيه طالما المحشة شغالة. ان ما وقفتش المحشة مش هتعرف تشوف لك حل في الزيت. فطبعا محشات كتيرة كانت بتجيلنا بيبقى كل ده مليان زيت اسود بيبهدل الملابس اللي انت لابسها وانت شغال بيها. فاحنا بنبعد اللي هي البلاستيكية دي اللي هو المقبض اللي احنا بنركب فيه الحزام عن الموتور. فالمسافة دي انا قستها او بظبطها على 12.5 سنتي، وزيها بالظبط بعد منها قبل الجدون 12.5 سنتي. طبعا انا لافف حتة قماشة كده على الجدون عشان المسمارين اللي هم ماسكين الكتلة بتاعت الجدون يعني بيخبطوا في رجلك وانت شغال. فانت وانت جايب محشة جديدة عشان الموتور والزيت ما يبهدلكش اللبس اللي انت لابسه وانت شغال بالمحشة، يبقى نقيس المسافة دي 12.5 سنتي والمسافة دي 12.5 سنتي. اشوفك على خير في فيديو جديد، ويا ريت لو عندك اي استفسار تواصل معايا على الواتس 012 81 77 0084. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.